بص يا سيدي، في الاول كده صلي على النبي وانزل اعمل لايك للحلقه. النهارده هحكي لك عن واحده من اغرب حوادث سرقه البنوك في التاريخ. هنروح ليوم 26 يناير سنه 1948. المكان العاصمه اليابانيه طوكيو. الساعه داخله على 3:30 بعد الظهر. بنك تيكوكو كان خلاص هيقفل في ميعاده اليومي. يدخل البنك راجل لابس بالطو ابيض عليه باتش وزاره الصحه اليابانيه، وكلمه الصحه واضحه قوي. الراجل دخل البنك بسرعه وهو بيسال على مكتب المدير. صاحبنا يقدم نفسه لمدير البنك، دكتور مدني من الإدارة الصحية واللي تابع للقائد ماك أرثر، وده القائد الأمريكي اللي كان بيحكم اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. حاجة كده كانت زي المندوب السامي البريطاني عندنا. المهم الدكتور جه للبنك في مهمة رسمية. المهمة دي كانت تطعيم موظفين البنك ضد مرض الديسنتريا، والمرض ده كان منتشر في طوكيو وقتها. مدير البنك يوافق على طلب الدكتور. اليابان في الفترة دي كانت دخلت مصاعب غذائية بعد الحرب العالمية الثانية، وحصل حالات تسمم كتير في مناطق مختلفة، والتطعيم كان جاي لحد عنده، وده ما كانش هيوقف سير العمل في البنك نهائي. مدير البنك حس بشويه تعب في المعده فاستأذن ومشي. الدكتور جمع كل الموظفين وقفل ابواب البنك الخارجيه، وطلب من كل موظف انه يجيب كوبايه الشاي بتاعته، وكل كوبايه كان بيحط فيها التطعيم اللي معاه. وقال للموظفين ان ده دواء لجهاز المناعه، وعلشان الدواء ده طعمه صعب يا ريت تشربوه مره واحده. كل الموظفين شربوا الدواء وكلهم ماتوا بعد ما شربوه، لكن في 4 فضلوا عايشين بس في غيبوبه. الدكتور طلع يجري على خزنه البنك علشان ياخد منها 164 ألف ين ياباني، ده غير شيك مصرفي ب 17 ألف ين ياباني. الفلوس دي كانت عامله 500 ألف دولار أمريكي، ده غير إن المجرم ساب وراه 12 ضحيه. المجرم يهرب بعملته، وتعدي الاسابيع والشرطه ما تقدرش توصل لاي حاجه. طبعا الوقت ده ما كانش لسه فيه كاميرات المراقبه وينتشر الخبر في اليابان كلها. هنا الشرطه اليابانيه ما كانش قدامها غير حل واحد ما فيش غيره. طلب المساعده من تاميجورو اكي، وده اشهر محقق في الشرطه اليابانيه. اكي كان عنده 43 سنه وكان عنده الخبره في كشف الجرائم الغامضه. اكي خد امر انه يسيب كل القضايا اللي في ايده ويتفرغ تماما للقضيه بتاعتنا، القضيه اللي اعتبروها اخطر قضيه في اليابان وقتها، خصوصا انها حصلت بعد الحرب العالميه الثانيه. كل اللي وصلت ليه الشرطه ان المجرم عمل الحركه دي قبل كده. المجرم عمل الحركه دي في بنكين قبل كده على هيئه بروفا. قدم نفسه لمدير كل بنك بالاسلوب نفسه وعمل نفس الخطوات، بس كان في حاجه مختلفه. في كل مره ما كانش فيه مشروب سام للضحايا، هو كان بيجرب علشان العمليه الكبيره بتاعته. بعد كده يجي اكي ويمسك القضيه ويبتدي يركز في كل تفاصيلها. وهنا اكي وقع على تفصيله محدش خد باله منها. المجرم قدم نفسه باسم الدكتور شاجيرو ماتسوي. الشرطه دورت ولقت ان الدكتور ده موجود فعلا، ولكنه ما كانش ليه اي علاقه بالجريمه وسابوه يمشي. وبدا اكي رحلته في البحث عن الجاني. في الوقت ده كان في عاده يابانيه مشهوره. العاده دي كانت تبادل الكروت الشخصيه. الكروت كان بيبقى فيها الاسم ورقم التليفون والشغلانه. صحيح العاده دي كانت موجوده في كل الدول، ولكنها كانت مشهوره في اليابان وقت وقوع الجريمه، والياباني كان بيحب يحتفظ بالكروت دي علشان يرجع لها بعد كده. علشان كده اكي يبعت يجيب الدكتور ماتسوي لان المجرم استخدم كارته الشخصي، وده معناه انه تبادل الكروت مع المجرم. ماتسوي قال انه طبع 100 كارت ومش متبقي منهم الا 4، وانه تبادل الكروت بتاعته مع اشخاص في مناسبات مختلفه، وكان جزء منهم المرضى بتوعه. اكي يبعت رجالته علشان يدوروا ورا الكروت دي، لكن رجالته ما يوصلوش لاي نتيجه. اكي ما زهقش، بدا يهتم بمعارف الدكتور ماتسوي لانه كان عنده شك ان المجرم واحد منهم، وعلشان كده بدأ يتصل بيهم بنفسه واحد ورا التاني، وكل واحد كان بيسأله مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة كانت مختلفة عن اللي قبلها. وفي الوقت نفسه كان بيدور في حساباتهم البنكية وكمان عن سجلاتهم الجنائية. كل ده وصله لشخص واحد في النهاية، ممثل ياباني ليه قدر من الشهرة. الدكتور ماتسوي كان قابله في رحلة بحرية قبل كده. الممثل سادا ميتشي، واللي عنده 56 سنة. سادا كان عايش في جزيرة اسمها هوكايدو، والشرطة اليابانية كانت استجوبته قبل كده، بس استبعدوه لأنه كان شخصية لطيفة معاهم. اكي اكتشف ان سادا كان موجود في طوكيو يوم الجريمة، وكمان في منطقة البنك وقت وقوع الجريمة، وتتبع حسابه البنكي لقاه كان مديون في الوقت ده، لكنه بعد الجريمة بيوم عمل ايداع في البنك ب 44 ألف ين ياباني، وعملية الايداع كانت في البنك اللي كان مديون له. ده خلى اكي يركز عليه قوي، وكان مصمم ان ده المجرم اللي نفذ العملية. رؤساء اكي رفضوا كلامه لانهم شافوا ان مفيش اي دليل قوي على الاتهام ده، وجابوا اكي وقالوا له يا عم شوف لك حد تاني. لكن اكي كان مؤمن بخبرته، فرجع يدرس اقوال سادا اكتر من مره، وهنا يكتشف حاجه جديده. سادا
قال ان الفلوس اللي حطها في البنك كان قابضها من شغلانه، وقال انه كان واخد الفلوس من منتج فني قبلها بيوم. اكي دور ورا الكلام ده ولقى ان المنتج اللي ساده قال عنه كان متوفي قبلها بكام شهر، بس اكي ما قالش المعلومه دي لساده وفضل يقابله ويتعامل معاه بكل احترام. وفي مره كده طلب منه صوره تذكاريه وتكون ممضيه منه علشان يفتخر بيها وسط اصحابه، لكن ساده يعتذر لانه ما كانش معاه صور شخصيه. اكي كان متوقع الكلام ده. كده في حاجه مش طبيعيه، اي ممثل بيبقى معاه صور كتيره لانه بيبقى متوقع يقابل معجبين في اي مكان يروحوا، دي بتعمل دعايه زياده. وفي يوم اكي يعزم ساده على العشاء في مطعم مشهور، بس قبل ليله العزومه هو كان في المطعم ده واتفق مع الجرسون انه ياخد له صوره مع الضيف بتاعه، حاجه طبعا تبقى تذكاريه، بس ساده ما يعرفش حاجه. ولما بدا الجرسون يصورهم ساده خفى وشه بايده. اكي كان عايز يعرض صورته على ضحايا البنك اللي فضلوا على قيد الحياه، واخيرا يقع ساده ميتشي. اكي ساله عن الكارت الشخصي اللي اخده من الدكتور ماتسوي. ساده ارتبك ومعرفش يرد عليه، وبعد كده قال له انه نسيه في الجاكيت اللي اتسرق من كام يوم. وهنا اكي اداله الضربه القاضيه. هو في حد بيلبس جاكيت في شهر مايو؟ وهنا ساده ميتشي معرفش يرد نهائي. ميتشي يقع في شر اعماله ويعترف بالجريمه، وقال ان ما كانش هدفه القتل او السرقه، هو كان عايز يجرب مهارته الفنيه بشكل عملي علشان كان عنده مشروع مسرحي كان شغال عليه، لكنه حظه الوحش انه يسيب وراه ضحايا، وده لانه زود في سيانيد البوتاسيوم، ودي كانت الماده اللي كان بيستخدمها في التجربه. وقال انه جرب الماده دي مرتين لكن ما حصلش اي حاجه. وقت المحكمه ساده انكر كل الكلام اللي قاله، وقال ان اعترافه الشرطه غصبته عليه، وكمان الشرطه منعته انه ينام يومين كاملين. وهنا يحصل انقسام في الراي العام الياباني. الفتره دي كانت فتره مفصليه في حياه الشعب الياباني علشان صيحات الديمقراطيه والاصلاح الثقافي، وفي محاميين وقفوا معاه والدنيا كبرت قوي، لكن في النهايه يصدر عليه الحكم بالاعدام. في الوقت ده الطبقه المثقفه اليابانيه كانت عايزه تلغي عقوبه الاعدام بشكل عام، وفعلا تتلغي العقوبه من القضاء الياباني، وساده ميتشي ياخد حكم بالسجن لمدى الحياه، وفضل في سجنه لحد ما مات سنه 1987 وهو عنده 95 سنه. اما تاميجورو فخد الشهره الواسعه في اليابان كلها. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقه الجايه. سلام.